ثقافة الشعوب ومع جناح أثيوبيا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك إلى جناح أثيوبيا. تفضل بالتعال في الداخل. أرض الحبشة. نعم. أنتم وأريتريا عشان لا يزعلون. نعم. أثيوبيا وما أدراك ما أثيوبيا، هي توجد في شرق أفريقيا. جميل. وعدد سكانها 120 مليون، ونسبة المسلمين فيها أكثر من 65 إلى 70، وما زال الإسلام يظهر ويزداد يوميا، فلله الحمد والشكر، ويزداد وينتشر الدعوة الإسلامية فيها. الحمد لله. وهي طبعا كما تعلمون أن أثيوبيا أول مهاجر المسلمين، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: لو ذهبتم إلى الحبشة فإن هناك ملك لا يظلم عنده أحد. وملك ذلك الوقت اسمه نجاشي، اسمه أصحمة. والملك الذي يحكم على الوجه العام، على الشكل العام الذي يحكم الحبشة يسمى نجاشي، وأما اسمه الأصحمة. وأما المناطق السياحية في أثيوبيا كثيرة جدا، وجوها معتدل ويهطل المطر من السنة إلى السنة، وهذه من أهم المناطق السياحية في أثيوبيا. وتوجد في أثيوبيا شلالات كثيرة، وفيها مناطق مختصة بالحيوانات. وأيضا أثيوبيا هي منبع النيل، وهي النيل كما تعلم هي أطول بحر، أطول نهر في العالم. وهذه المدينة اسمها بحر دار، هي مبنية على شاطئ بحر النيل. وأثيوبيا تعتمد في اقتصاديتها على الزراعة وتربية الحيوانات، حيث تنتج من البن وتصدر إلى الخارج أكثر من 40 طن مليون سنويا أكثر. وأيضا هي تزرع القمح وتصدر إلى الخارج، وأيضا الجمال والأبقار وغيرها توجد في أثيوبيا كثيرا. وأثيوبيا يوجد فيها أكثر من 80 عرقية، 80 قبيلة، وكل القبيلة لديها لغة وخاصة بها وثقافة خاصة بها. وأثيوبيا خريطتها بأكملها هذه، اللغة الرسمية التي تعتمدها الدولة حاليا 3 أو 4، ومن أبرزها الأمهارية والأورومية والتجرية. وهذه حروف اللغة الأمهارية، هذه أثيوبيا بهذا الشكل. أثيوبيا. وهذه ثور هرر، هي مملكة إسلامية سقطت في أثيوبيا قبل 150 سنة على يد إمبراطور مينيليك. وهذه المدينة محاطة بالثور، وهذه الثور توجد فيها مدينة، وتوجد في هذه المدينة أكثر من 80 مسجدا. وهذه مدينة تاريخية جدا. وهذه ملابس شعبية، وهذه يؤكل إناء. إناء هذا الشيء؟ نعم، إناء يؤكل فيها العصيدة، وهذه تصنع من الفخار ويقدم بها الإدام. يا سلام. وهذه مصوب، اسمها مصوبي، يحفظ فيها الطعام. يحفظ فيه الطعام وإنجيرة. ما شاء الله. يعني أنت ما شاء الله ما يعني تركت لي مجال لأني أسألك، لأنك ما شاء الله أتيت بكل شيء. عملتكم ما هي عملتكم؟ أيوة عفوا، نسيت العملة. العملة بر. البر. نعم. أيوة اسمها بر. أيوة. كم يعادل بالريال السعودي؟ يعادل 1 ريال. أيوة. يعادل 14 إلى 15. 15 بر. نعم، أحيانا 14 وأحيانا يعني يزيد ينقص. نعم. شيء معروف. ما شاء الله تبارك الرحمن. فتح الله عليكم. شكرا. اللغة العربية عندكم ما شاء الله، يعني أغلب الجماعة هناك متمكنون يعني من اللغة العربية ولا في ضعف؟ المسلمون أغلب المسلمين يعلمون اللغة العربية ويعرفونها، ولكن يتكلمونها الأولاد في المدارس، في حلقة العلم، وفي المراكز والمعاهد. طبعا حفظ القرآن يستوجب. نعم. ولذلك بهذه الطريقة المسلمون أغلبهم يفهمون اللغة العربية. جميل. أنا أختم بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، هذه كأنه أضيفت حديثا ولا من أول موجودة؟ ولا هذه التسميات يعني؟ هذه التسمية أضيفت قريبا. سابقا ملك الحبشة. فهمت؟ ملك. لا أنا أقصد بس الفيدرالية الديمقراطية، هل لها معنى معين ولا صحيح. معنى سياسي ما لنا فيه؟ نعم. الفيدرالية
الديمقراطية بمعنى أنك حرية تعيش بدينك كما تريد، ما يقتلك وما يعتدي عليك أحد. وأما سابقا فيه قبيلة خاصة تضغط على المسلمين وتبرز ثقافتها وحضارتها. وأما الآن الديمقراطية الفيدرالية، كل الشعوب يعيش بحرية كاملة ويستطيع أن يظهر عادته وثقافته. هذه بمعنى المساواة بين الشعوب. جميل. هذه هي. ما شاء الله، فتح الله عليكم. هذه عاصمتكم أديس أبابا. نعم. شكرا لكم. عاصمتها أديس أبابا. وهذه طريقة تجهيز القهوة عندنا مختلف تماما. أيوة. شوف، هذه جبنة. أيوة. اسمها جبنة. جبنة. نعم، مصنوعة من الفخار ومن الطين. ما شاء الله. يقدمون فيها القهوة. نعم، عندما يقدمون القهوة. أيوة. يقدمونها بهذه ويشربونها. ما شاء الله. إذا اختل هذا، إذا لم تقدم القهوة بهذه، أيوة، اختل شرط من القهوة. ما شاء الله. يلا فتح الله عليكم. شكرا لك أخي. شكرا الاسم الكريم فؤاد تمام خليفة. فؤاد تمام خليفة. أهلا وسهلا أخ فؤاد. شكرا، تشرفنا بك. بارك الله فيك. يعطيك العافية. شكرا لك، الله يكرمك وجزاك الله خير. يعطيك العافية. أخوكم محمد الرئيس. من هنا؟ من السعودية؟ يعني نعم، سوري. أنا مقيم، ما شاء الله، لكني مقيم في المدينة يعني. ما شاء الله، جزاك الله خير. عندي قناة في اليوتيوب، إذا أردت المتابعة إن شاء الله. تشرف بك. قلت لي إيش؟ محمد الرئيس. محمد الرئيس. إن شاء الله. حياك الله بإذن الله تعالى. نتشرف بك. حياكم الله من جديد في مهرجان